يوه كتير قوي يعني، ما شاء الله الحمد لله، يعني جمهوريتنا كبيرة جدا الحمد لله. بس انا لما مثلا ببقى ماشية وليكن وبجيب حاجة مثلا من السوبر ماركت ولا حاجة ولوحدي مثلا مش معايا حد، ويجي مثلا شاب او كده عليا وايه وعارفنا مثلا، بس في يعني شباب شوية قلت الذوق يعني ما بتفهمش، فمثلا يجي كده عليا، هو انت نايرة حوارات؟ ويجي يسلم مثلا ولا حاجة، لا انا مش نايرة حوارات. مين نايرة حوارات؟ يعني انا بقول لا عشان اقصر حاجات كتير، لان برضو مثلا بيجي ممكن نتصور ويجي يسلم بالايد، فالحاجات دي لا انا ما بحبش كده وبتكسف وبتحرج وما ينفعش اصلا، فبقصر الحوارات دي كلها بقول لا. فساعتها اكيد مش هيقولي لا انتي فاهميني ولا إيه؟ بس ده مع الشباب، انما مثلا لو بنات او كده بنتصور وبنتكلم وبناخد ارقام بعض وعادي، انا بحبكم اصلا. استني بقى كده ثانية عشان انتوا بتهزروا بجد. انا اعرف اللي بتبقى مخطوبة بتلبس دبلة مش خاتم، ازاي يعني بلبس اكسسوارز؟ يعني ده خاتم، ده خاتم دهب عادي جدا، يعني ده معنى ان انا كده مخطوبة؟ ده انا عندي 14 سنة وايدي التانية فاضية مش لابسة فيها اكسسوارات ولا اي حاجة، لان انا يعني زهقانة شوية من الاكسسوارات وكل الحاجات دي فقلعاهم، فانا مش لابسة اي حاجة غير الخاتم ده، فده معناه ان انا كده مخطوبة؟ ايه ده؟ اكيد لا طبعا يعني. وبعدين اللي مخطوبة تلبس دبلة مش خاتم، الدبلة دي بتبقى مثلا عاملة زي الخاتم من جوه كده، بس وليكن اعرض شوية بس. افتكري ان حاجة حلوة يا اختي والنبي. بصي اقولك، انا خلصت المنهج كله، يعني العربي مفنشاه، الانجليش مفنشاه، كله ده مفنشاه خلاص. وكمان في مواد بقالي بتاع حصتين 3 براجع فيهم، اللي هما خلصوا، وقعدت 3 حصص وحصتين براجع بقى فاهميني. هو بس المادة اللي لسه مخلصاها النهاردة حالا العربي، اللي لسه مخلصة المنهج بقى بتاعها، ولسه هنبتدي من الحصة الجاية ان احنا نراجع فاهميني. فربنا يقدرنا، لان الايام الجايه فيها راحه وانا بالراحه. وبصراحه انا لا انا مش خايفه لان انا بارده. انا عندي برود اعصاب مش طبيعي، يعني انا الحمد لله عندي ثقه في ربنا، وان انا ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله هنجح، وربنا مش هيزعلني ابدا ابدا، فعشان كده انا هاديه واخده كل حاجه يا روح قلبي، انتي بنوتة زي القمر، وانا اصلا بحبك وانتي عسولة وبعد الشر عليكي، وما تفكريش التفكير ده تاني، لان ده تفكير سلبي جدا وتفكير برضو من الشيطان. لو اديتي فرصة لنفسك تفكري بالطريقة الوحشة دي، عايزة اقولك ان انتي مش هتكتئبي بس، انتي هتتدمري نفسيا وجسديا وكل حاجة في الدنيا. ما ينفعش تفكري كده، مستحيل اهلك هيكونوا مش بيحبوكي، انتي ضناهم، انتي حتة منهم، ده مبدئيا. ممكن مثلا يكونوا هما مش مهتمين بيكي قوي، علشان خاطر مثلا كل واحد عنده ضغوطات، عنده مشاكل، عنده حياته، مشغول شوية في ما تعرفيش يعني كل واحد عنده ايه فاهماني. فما ينفعش ان مجرد ان حد قل اهتمامه بيكي يبقى مش بيحبك ومش عارفة ايه، انتي زي الفل وزي العسل وهم بيحبوك. بالنسبة بقى الصحاب، فهو مفيش صحاب بتتصاحب في الزمن ده خالص، يعني الصاحب ساحب، اعملي زي كده، انا ما بصاحبش، هو واحد زي الفل اهو، كل ما بزهق اطلع اتكلم معاك بكون مبسوطه.